السلام عليكم. هكلمكم النهاردة عن الفنان القدير أحمد خميس. أحمد خميس ممثل عرفتوه، كلنا عرفناه. الممثل الجميل مهذب، عمل أفلام وأدوار ومسلسلات كلها هادفة ومحترمة وبعيدة كل البعد عن الابتذال. لكن مش دي الجزئية اللي عايزة أوضحها لكم النهاردة، لأن كلكم عارفينها. في جزئية كبيرة قوي محدش عارفها، وهي إن أحمد خميس شاعر وإذاعي وكاتب صحفي. كتب العديد من القصائد المهمة لكبار المطربين زي عبد الوهاب وفريد الأطرش. كمان كان أحد أهم الأصوات الإذاعية في القسم العربي في إذاعة البي بي سي. قدم استقالته منها بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. أحمد كان شاعر مرهف الحس، ليه أكتر من ديوان عام في الشعر. زي ما قلنا اشتهر في بداياته بالفن والتمثيل، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية الناجحة. من أشهر أفلامه الرجال لا يتزوجون الجميلات، وفاء للأبد، الأيدي الناعمة، الشك يا حبيبي، الكف، ومن يطفئ النار، وغيره وغيره من الأفلام الناجحة، إلى جانب أكثر من 50 عمل درامي، سواء اجتماعي أو تاريخي أو ديني أو حتى للأطفال. أحمد خميس أيقونة من أيقونات الفن والزمن الجميل. ودي نبذة صغيرة عنه، وأنا أختكم همسة، شكرا جزيلا.